غيابات بالجمله من لاعبي نادي الزمالك امام الجونه في الجوله الثامنه من الدوري المصري. خلينا نقول ان نادي الزمالك ماشي بخطى ثابته في الدوري المصري، وده يعني شيء مبشر جدا. طبعا اكيد ده مش هيفضل ماشي كده كتير، احنا عارفين حظ الزمالك والزملكاويه. طبعا عندنا غيابات كتير قوي من اللعيبه قدام الجونه، وحقيقي احنا في مشكله ومش عارفه هتتحل ازاي. احنا عندنا ناس مصابه، وعندنا ناس موقوفه، وعندنا تراكم انذارات، وعندنا لعيبه خايفين تاخد انذار فتغيب عن ماتش الاهلي. كل ده في دماغ المدير الفني، الله يكون في عونه طبعا. طيب خلينا نقول انه مباراه الجونه من اصعب الماتشات، عشان اللي انا بقوله ده مش بس كده، عشان هي المباراه التي تسبق مباراه القمه. طبعا كلنا عارفين ان دايما المباراه اللي بتبقى قبل مباراه القمه بتاخد من تركيز. يعني بص، هتخلي بقى اللعيبه كلها مركزه ان احنا هنلعب مباراه